كيبدا الفيلم بواحد البنت سميتها جوي. في الصباح شافت المكانه لقات راسها تعطلات على خدمتها، ناضت كتجري ما تجري بالهلا يطريه ليها من العمش اللي فيها، حسات بهذا النهار ما غايدوش بخير. فعلا على غفله صونا لها التليفون من واحد دار رعايه. الو جي دابا شوفي الحاله اللي داير خوك مايكل. لا ما نقدرش، راه تعطلت على الخدمه، حنا ما سوقناش اختي، راه غنتريو عليه برا. قصدات الموتور ديالها كتجري وما كان عندها ما دير من غير تمشي دار الرعايه تعرف شنو واقع، واخا عارفه راسها غتكحلها من عند الباترون ديالها. مع وصلت تما قالت لها المديره ديال دار الرعايه راه غا راعينا ليه حيت مريض بالتوحد، اما راه نصيفطو خوك الحبيب بيس. عرفتي شنو دار ولا لا؟ لا اخترق نظام الامن ديالنا وسرق لينا شي معلومات سريه وحساسه صيفطها للصحافه. زيدي داكشي علاش ما بقيناش باغينو يبقى معنا هنا، وغيكون من الاحسن يبقى معاك انت يا اختي، راه بزاف الدر. قال لها خويا بصح عندك الحق، اصلا هاد الدار راه فيها كلشي الا الرعايه، وهذه تاسع دار رعايه غادي تردني صافي راه عييت. قالت لي صافي غا سكتنا انت ديما داير لي المشاكل، زيد قدام. مورا غادي يعيط لها المدير ديالها ديريك، قال لها الا زدتي يا بنت المعمشه تعطلتي غير شويه غادي نطري على خالتك من الشركه. تما مشات كتجري وخوها قصدو الموطور اللي منحوس الموطور والو واش بغى يخدم. اول طوبيس بان لهم في الطريق طلعوا ركبوا فيه. قالت لخوها علاش مشيتي خارقتي لهم الزمر ديالهم؟ قال لها راه كاع المسؤولين اللي خدامين في دار الرعايه طلعوا الشفاره وكيسرقوا الفلوس التبرعات دار الرعايه. شنو بغيتيني نسكت على الحق مثلا؟ راه يستاهلوا تعرف الحقيقه ديالو من العالم. مايكل كان كيخاف من اي حاجه لدرجه ملي هبطوا من الطوبيس عصب وبدا كيغوت وكيضرب في اختو. علاش؟ حيت نسى الشارجور في دار الرعايه وخاف لا تليفونه يطفى. جوي كانت صابره عليه على بالو، عنقاتو قالت لي واخا دابا ناخذ لك شارجور جديد. ملي تكالم كملوا طريقهم حتى وصلوا للشركه اللي خدامه فيها جوي. مورا خلاتو مع واحد سيكريتي باش يقابلو وطلبات منه يتسناها في الريسبسيون حتى تسالي خدمتها، ووعداتو ملي غتسالي غيرجعوا للدار. مايكل سمع غنرجعوا للدار بحال عطيتيه سكاته. قال لها صافي هي غادي نولي نعيش معاك ديما؟ قالت لي لا غتبقى معايا غير بما لقينا شي دار رعايه جديده. مايكل ما عجباتوش الهضره ديال اختو، في الاخير طلبات منه يهضروا في هادشي من بعد حيت عطلات بزاف. هاد مايكل شي نهار غيهربوا لاختو، خلاتو ومشات كتجري طلعت في واحد السانسور، وراها طلعوا واحد جوج شلهبيه موالين الشركه، هذا سميتو جيفري وهذا خوه جيرالد. ملي طلعت معاهم واحد السيده حامله خدامه عندهم، جيرالد استهزأ بها وقال لها انت راه خاصك تكوني في دارك ماشي تزاحمينا وتبقى لك غير شويه وتولدي هنا. جوي ما صبراتش وجاوباتو، قالت لي كون عطيتيها العطله وخلصتيها فيها كاع ما غتشوفها هنا. رفد عندك هذه يا جيرالد. جيرالد ملي تم خارج دار فيها واحد الشوفه زعما رديتي عليا الهضره من بعد ونتفاهموا بلاتي. ما تسوقاتش ليه ومشات كتجري عند المدير ديالها ديريك. ملي بدا الفيلم وياها كتجري. هاد ديريك الا مشيتي تعطلتي عليه دقيقه كيدير لك 70% من الصالح، اما في الحاله ديال جوي اكثر من ساعه باش تعطلات. قال لها ديك الساعه غنزيدها لك اليوم في خدمتك. هاد جوي كانت خدامه عامله نظافه كتنقي الزاج ديال الشراجم تاع الشركه. قال لها شفتي الشراجم كاملين اللي في الشركه غادوزي عليهم واحد بواحد واش خرجيهم كيشعلوا او لا. واش غنقول لكم هاد الشركه ما بقى لها والو ضرب بيسال الشمس. قال لها غتبقايش خدمي تيخرجوا حلاقمك من ودنك او لا. كيفاش لا بزاف ما كاين ما ولكن سيري خدمي وسدي الباب او لا. جوي مشات حاقده خدات الماتريال ديالها ونزلت في الحبل، بقات غاده هابطه وكتنقي في الزاج. واحد شويه هبط عندها واحد الصديق ديالها خدام معاه سميتو نوا، بدا كيعاون فيها، بداو داويين شادين السون. هضره جابده هضره ذكرات ليه المشكل ديال خوها اللي طرا لها اليوم وكيبانوا فاهمين بيناتهم. غا هي في هاد الوقيته غيكون السيكوريتي اللي حاضي مايكل مشى يقضي شي لعيبه وخلى مايكل بوحدو. مايكل استغل الفرصه وتسلل كيقلب على اختو. في الجهه الاخرى جيرالد مشى حضر لواحد الجلسه تصوير مع خوه جيفري. جيرالد ما كانش حامل نهائيا يحضر في هاد التصوير. المهم غادي يبداو وبقات المذيعه كطرح عليهم الاسئله عادي. غا هي خوه جيفري هو اللي كان كيجاوب، اما هو كيعاود من موراه في كل جواب ديك الجمله بصح عندك الحقينه. صبر حتى هي في الاخر قطع عليهم التصوير، قال لهم غادي يديروا شي واحد كيشبه ليا في المونتاج. المهم في هاد الساعه الموظفين ديال الشركه وصلوهم شي قراعي في شكل وبداو كيفرقوهم في شي بلايص وبداو كيقادوا كيوجدوا لواحد الحفله حيت في الليل معروضين عندهم شي شخصيات مهمه غتعاون الشركه تزيد لقدام. فعلا ملي داز شويه الوقت طاح الظلمه وحضروا بزاف الناس، اما ديري كان باقي عاصر على جوي باش تكمل الخدمه على قبل تعطال اللي تعطلات. الله ينجيكم من هذا النوع، الا مشيتو حتى خدمتو معاه غتشوفوا العذاب الازرق الا كان سولوني غير انا عليهم. المهم في واحد اللحظه مايكل قدر يلقى اختو وجا عندها، ملي شافشو طلع لها الدم ديال بصح. قالت لي راه ما خاصكش تكون هنا، الا شافك المدير ديالي راه غيجريو عليا انا وياك من هذا العلول اللي فيه. مايكل كان قنط وباغي غير فوقاش يمشي للدار، وبزاف حنا غنبقاو نتسناوك حتى تسالي خدمتك. داك وجا المسند راه قلت لك تسناني تحت حتى نسالي. مايكل والو واش كيتفاهم، تزيدوا بيناتهم في الهضره حتى كعاو غادي يمشي فحالو. مع تغييرات بسبب خوها فقدت التركيز وتلحت لها من يديها ديك البونجا اللي كتمسح بها. البونجا ضربات واحد غادي في الطريق سخف. واخا خويا تكون شيرات عليك بدبابه ما غطيهش هاك. هاد السيد غا جا في الطريق باش نشوفوا واحد الطوموبيله وصلت للشركه، خرجوا منها شي وحدين لابسين اقنعه وواحد لباس في شكل، وهادو زعما كانوا فرقه الحفلات غينشطوا لهم الحفله. واش مزيان دخلوا الحفلات خلطوا مع الناس. موراها جيفري طلع باش يلقي شي خطاب بخصوص مشروع الطاقه الجديد اللي غتنفذوا الشركه ديالهم. جيفري كيف ما قلت لكم ما عندوش مع هادشي، خدا مراته ومشاو لواحد البيت يلعبوا زين بومبح. في نفس هاد الوقيته جوي غتكون سالات خدمتها. الو ديريك طلعني، ولكن مع بغى يطلع بديك اللعيبه اللي فوقها جوي دخلوا عليه شي وحدين من دوك الفرقه الحفلات تيرو فيه قتلوه هو واللي كانوا معاه. من بعد واحد البنت هاكر سميتها زي حيدات الماسك وبركات في البيسي، خشات واحد الكلي وبدا تك 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 بسهوله قدرت تخترق نظام الشركه. في الجهه الاخرى جوي كانت كتغوت وديريك تطلعني بركه من الضحك ديال الدراري الصغار، كتهضر معاه ما كيجاوبهاش. الو ديريك طلعني، جوي راه السيد مات. ديريك طلعني وطلعني ومات جوي مات. المهم هاد علمات الزعيم ديالها اللي سميتو ماركوس باللي هكرات المسائل. شنو هما هاد المسائل؟ والله العظيم ما خبيت عليكم. هنا غادي قاطع الهضره ديال جيفري وبدا هو
وشي موظفين ديال الشركه نيت كانوا معاه كيهرسوا القراعي ديال واحد الغاز منوم. موراها هو والرجال ديالو لبسوا واحد الجهاز باش ما يتخدروش، وكاع الضياف بداو كيغيبوا. واحد تابع واحد بحال الدبان ملي كطرش عليه فليتوكس. غنرجعوا عند مايكل اللي مع شاف هذا الغاز كيخرج عطاه للجري حتى تخبى في واحد الغرفه وسد عليه مزيان باش ما يدخلش عليه الغاز. جوي ملي شاف دوك القراعي كيخرج منهم الغاز زائد ديريك ما كيجاوبهاش بحال حساس بشي حاجه ماشي هي هذه. العصابه شدوا دوك الاجهزه لبسوها لجيفري وكاع الناس المهمين اللي غيحتاجوهم من بعد. ملي فاقوا ربطوهم كاملين وبركوهم حدا بعضياتهم. قال لهم ماركوس سمعوني مزيان، انا والرجال ديالي قررنا نحميو هاد الارض السعيده، غنحميوها من الفعيل ديالكم اللي غتدمر البيئه وما جواريها. الا نفذتوا داكشي اللي غنقولوا لكم بالحرف غادي نخليكم ترجعوا لديوركم سالمين غانمين، والا درتوا العكس متلوموا غير راسكم. مزيان وراه بدا كيحسب فيهم واحد بواحد بالتصاور اللي عنده في التليفون. في الاخير لقى هذاك المبطبط ديال جيرالد هو اللي ناقص. ماركوس سول عليه خو جيفري فين هو خوك، ما بغاش يجاوب. هنا قصدو واحد من الرجال ديال ماركوس قال لي تزيزنتي وها انت دابا غتهضر. تما هرس لي صبع يدو. يلاه جيفري عطاه الغواج قال لي راه كاين في الغرفه 527 دير فيه اللي بغيتي غير بعد مني. فهاد اللحظه جوي شافت راسها حاصله بدات كتسلق الحبل باش تدخل للشركه، ولكن وهي طالعه ضربات على الغليظ جيرالد مغيب وسط المعركه. في الوقيته نفسها دخل خونا لعند جيرالد لبسوا داك الجهاز. جوج تصرفيقات فيقوا من القلبه وبقى مطلع عليه وكيهدد فيه. اش كاين دابا نشوي امك. ولكن المفاجاه هي ملي غادي يحيد الماسك غيطلع عند خونا هو اللي خدام مع جوي ضربات عليه وهي تصدم. عارفاش هاد القضيه حامضه، هبطات من الحبل بالزربه بلا ما يرد معاها البال. تم بدات كتعيط على المساعده، بقات هولب ولكن شكون يسمعك واخا هي ما تغوت. ملي صوتها مشى من كثره التبراح ربطات راسها بالحبل ديالها وهبطات تشوف الا كان شي شرج محلول. اما هو غادي يوصل بالغليظ لعين المكان وبركو حتى هو واحد اخوتو. وراها ماركوس غادي يحيد الماسك ديالو وعرف براسو الناس اللي راهنين. هنا غينقص جيفري قال لي داكشي اللي بغيتو تسرقوه منا غنضاعفوا لكم غتلقونا الله يرحم لكم الوالدين. قصدو عاوتاني نوا ضربوا بدماغ بوك قال لي حنا راه ما جايينش على قبل فلوسكم غاسكو تشويه. نوا من طريقه التعامل ديالو العكس ديال الاخرين كيبان باللي حاقد على هاد جيفري هو وخو. ماركوس تدخل وغوت على نوا يطلقوا حيت باش يوصلوا لداكشي اللي باغيين غيخصهم يكونوا هادو اللي حابسين حيين. ماركوس قال لهم باللي دابا حنا الهدف ديالنا هو نفضحكم قدام الناس ونوريهم الحقيقه ديالكم. وهنا غادي يوريوهم الفيديوهات ديال كاع المشاريع ديالهم اللي كديرها شركتهم. قال لهم نتوما اعداء ديال الطبيعه وكيخليو انا الزمان طبيعه ربيعه، كتخليو المخلفات ديالكم والزبل في الوديان والبحوره وكاع ما مسوقين، كتعداو على الغابات كتقطعوا منها الشجر وكاع ما حايرين. وكثر من هادشي الا بغى شي واحد يوقف ضدكم كتساليو معاه وما كيبقاش ليه وجود. وفعلا داكشي اللي درتو مع واحد الصديقه ديالنا سميتها إلينا. ملي بغات توري الناس حقيقتكم صيفطوها للحبس، وملي قربت المحاكمه ديالها وعرفتوها غتفرشكم قدام العالم عاودتو صيفطتو شي واحد يقتلها تما في الحبس بدم بارد قبل المحاكمه ديالها وخدمتو النفوذ ديالكم باش تدمسوا القضيه وليش قضيه راي عام. حنا عارفين عليكم كلشي، داكشي علاش كل واحد فيكم غادي يعترف قدام الكاميرا بكاع الجرائم اللي دار، مفهوم؟ والتسجيلات ديالكم غادي نشروها في اليوتيوب وكنوعدوكم من بعد الا اعترفتوا غادي نطلقوا سراحكم. وانتم دبروا راسكم مع القانون، الا بركوكم على القراعي حنا ما سوقناش. عادي هاد الجمله ديال بركوكم على القراعي ياك ما فيها والو. المهم جيفري حاول يقنعو ويغري بالفلوس والمناصب باش يوصلوا لشي اتفاق، ولكن هو القراع تعصب من هضرته ومشخشى لي قرع قبل البوليس حتى صفاها لي قدامهم. ماركوس شاف هاد البلان تعصب عليه ديال بصح. يا داك ولد القرع راه ما اتفقناش على هادشي، يا قلنا ما كاينش القتيل. قال لي راه نتفق الهضره بزاف، هادو راه خاصهم يموتوا ويستاهلوا. ماركوس قال لي هادي راه اخر مره غنهضر معاك بادب. جوي في هاد اللحظه كانت كتشوف هادشي كامل اللي طار. داكشي علاش دغيا رجعت لبلاصتها. خرجات واحد اللعيبه وكتبات بها في الزاج كلمه استغاثه، شعلاتها بالبريكه وكاع الناس اللي دايزين من الشارع شافوها وعيطوا على البوليس. في هاد الوقيته ماركوس غيتصدم ملي بان ليه هو جيب معاه شله جيليات فيهم قنابل باغي يلبسهم الرهائن. سولو شنو هو هادشي، رد عليه غا باش نخلعوهم وصافي. هنا زيمعه مخترقه حتى الامن ديال البوليس عرفاتهم جايين عندهم وجايين بسبب شي واحد طلب المساعده. تم علمات ماركوس بهاد الخبر، قالت لي راه شي وحده من العمال النظافه مع القبر الموبل الخانزه راه طلبات المساعده. تم عطى امر النوا باش يمشي يقلب عليها وطلب منزي باش تصيفط ميساج للبوليس وتحضرهم الى اقتحموا الموبل غادي يصفيوها لكاع الرهائن. جيرالد بانت ليه الدعوه مقربله استغل الفرصه وهرب في حاله. وفي هاد الوقيته هو وصل لعند جوي. القراع غيدوي مع زي قدامها، قال لها طلعي لي الزعلوله اللي فيها جوي للسطح باش نتفاهم معاه ومشى في حاله. ولكن جوي شنو حتى هي مريقله قدرت تعامل مع الموقف بالزربه وخسرات الزعلوله بواحد الطورنوفيس. في هاد الوقيته ماركوس قدر يلقى جيرالد، قصدو دخل لي جوج كروشيات. هادو يا الغليظ فين حدك غتهرب، كاع البيبان ديال الشركه مسدودين قطعنا لكم الماء والضو، الامور تحت السيطره ديالنا غير ريح اللر. على غفله غيدخل نواز السلاح على جيرالد، قال ليه ماركوس هبط السلاح ديالك وقيلا راه ديجا قتلتي واحد منهم، الا صفيتيها لي حتى هو نجيبو خالتك تعترف مثلا. نوا رد عليه عرفتي شنو انت راك طلعتي ليا في راسي بهاد الاوامر ديال والو جدر بوك زعما تيرا فيه. المهم باش تفهموا هاد نوا القرع الهدف ديالو ما كانش يفضح هاد موالين الشركه الفاسدين، وانما كان واحد الارهابي خطير باغي بومباردي الحزق كامل. علاش غير حيتاش ما عندوش مع البشر وفاهم تسطاو دابا. وهكا علاش غينقلب على الزعيم ديالو ماركوس تيرا فيه وقتلو بلا رحمه، وغيكونوا حتى شي رجال ماركوس نقلبوا عليه وكانوا في صف نوا. وراها سول زي قال لها شنو انتي معانا ولا لا. زي كان عندها جوج اختيارات توافق ولا تموت. قالت لي راه ديك اللي يد معاكم الله يا ودي اصلا ما عنديش مع داك ماركوس، واللي ما كيبغيش يولي في صفهم كيتناو منه بسهوله. وراها نوا هز الجثه ديال ماركوس ولا حدا جوي من بعد تيرا في الغليظ الفخدو هزو ردو لبلاصتو حيت باقي غيحتاج ليه.
اما جوي بان لها السلاح ديال ماركوس مشى شزاتو. فهاد اللحظه غادي يدق عليها خوها، يلاه غيدوي معاه سمع شي حد جاي، مشى بالزربه تخبى في واحد البيت وغيكون نوا هو اللي رجع عند جوي. ملي شافها عندها السلاح بقى كيتمرقان بها شويه، عيط على البوليس قال لهم راه كاينه واحد المجنونه عندها السلاح راه غتشري بيه بحال الهبيله، جيو دغيا لا تولي عاميه شي واحد. ملي قطع معاهم غادي يهددها بصاحبتها الحامله اللي كانت مغيبه حداه بسبب المنوم. قال لها سمعها الزوينه شري بسلاح في الشارع حتى يخوى اولا غنصفيها لها. يلاه بغى مايكل ينزل عليه وهي تلمح ليه جوي باش يتراجع وباش تعتقل مرا وخوها لا يمشي يزبلها، تطرات دير داكشي اللي قال لها نوا وبقات كتشري قريب بزاف من الناس وكتخلعهم، خلات كلشي معلق من تم حتى وصلوا البوليس. وملي شافوها كتشري بسلاح كيحسب لهم مع العصابه، تما امروها تلوح السلاح وحاصروها بالهليكوبتر. وباش نوا يزيد يغرقها معاهم غادي امر يتحول مبلغ 33 مليون دولار اللي هما الفلوس ديال دوك الخوت الحساب ديال جوي. فهاد اللحظه غادي توصل واحد المحققه سميتها كلير لموقع الحدث. هنا غادي يجي عندها المساعد ديالها وعطاها معلومات بان العصابه محتجزين الرهائن وملصقين فيهم القنابل، وراه حتى الوزير الطاقه كاين معاهم تما. كيفاش عرف هادشي؟ سولهم انا بنتك خدام معاهم. كلير سولات واش عرفتي شي معلومات على هذيك ختنا اللي كانت كتشري بسلاح على عباد الله؟ قال لها هذيك سميتها جوي، كانت قناصه بروفيسيونيل في المارينز ولكن تطردات من الجيش من بعد ما ضربات واحد من الزملاء ديالها، ودابا ولات خدامه عامله نظافه في هذه الشركه اللي نايضه فيها البلباله. فهاد الوقيته كانت جوي كتغوط ربي اللي خلق، حيت بان لها بحال ناويين يصفيوها لها. كتقول لهم انا راه ما معاهمش، راه هما اللي قالوا لي نديرها. كلير غيجي عندها واحد قال لها القناصه موجودين باش يقتلوها، راه كنتسناو غير الاشاره ديالك. قالت لهم لا ما ديروا والو حتى نعرفوا معلومات اخرين. قال لها ولكن لا وهذه واش دابا؟ قالت لي دير داكشي اللي قلت لك، حيت الا هي شعلت ديك الاشاره باش تجذب الانتباه ديالنا فمنطقيا هي كتعتبر في خطر وماشي مع العصابه. وفاق معايا سي بلهيش، وغيكونوا هما اللي امروها تشري على الناس. زائد هي قناصه واعره بزاف في الجيش وحتى شي واحد ما تعرض للاصابه راه ما يمكنش، راه هي اللي تعمدات دير هكا. قال لها ولكن يلاه وصلوها زباله فلوس في الكونت ديالها راه معاهم. قالت لي تريح الله شفتك اليوم راه شقالك على الخدمه، راه باينه باغيين يلفقوا لها التهمه. العزي تعصب على المحقق. فهاد اللحظه جوي قربات من الجثه ديال ماركوس بشويه حتى خدات ليه التليفون وراها عيطات على البوليس ودوزوا لها الخط لعند كلير. قالت لهم ما تشيروش فيا انا راه كاع ما معاهم، وقالت لها باللي خوها عنده توحد وكاين تما، وطلبات منها تعاونها باش تدخل الموبل وتعتق خوها. غنرجعوا عند نوا اللي بدا كيسجل الناس اللي راهن هما كيقولوا الحقيقه وكيعترفوا بكاع الجرائم ديالهم، وراها لبس واحد اللعبه في يديه بحيث الا مات غينفجر الموبل كامل بالقنابل اللي راكبين فيه. موراها بدا كيدوي مع المحققه كلير، قال ليها بكل برود قول لي الرجال ديالك اللي منيشين عليا دابا من سطوحه بانني لابس واحد الجهاز كيتحكم في القنابل من نبضات القلب ديالي، يعني الا قتلوني غيوقف النبض، والا وقف ما نضمنش لك واش شي واحد غيبقى حي. داكشي علاش بلا ما تدكاو عليا وديروا شي حاجه ما غتعجبكمش من بعد. وهو كيقول هاد الهضره وقفاش فرقه تدخل السريع دابا بالشركه باش تقشح من الموبل. المشكله هي ان نوا كان جاري مع كلشي من الكاميرات المراقبه اللي في تليفون كلير واللي معاه ملي عرفوه عاقبيهم بغاو يتراجعوا، ولكن هو ولد الحرام من فعيلو ما خلى لهم حتى الفرصه فين يتحركوا وفرقع الزمر كامل. هنا عرفوا خونا مساطي ديال بصح وما كيضحكش. كلير فهمات ما عندهم ما يديروا حيت يدهم مربوطين ونوا دابا هو اللي مسيطر على كلشي. فهاد اللحظه كلير غدوي مع جوي وطلبات منا السماحه حيت ما عندهم ما يديروا وما يقدروش يدخلوا يعتقوا خوها والرهائن حاليا. ردات عليهم جوي الا نتوما ما قدرتوش انا راه نقدر ندخل وغندير ما في جهدي باش نخلي الرهائن حيين. كلير ما كانش عندها شي بديل اخر من غير توافق بالمساعده ديال جوي وغادي تحضرها بان نوا لابس داك الجهاز في يديه اللي فاهمين شنو الغرض منه. موراها جوي طلبات من كلير تعطي اشاره للقناصين ديالها باش يديروا لها شي تقبات في الزاج اللي حداها. فعلا داكشي اللي كان وراها كملت على الزاج وقدرت ترسو بالمساعده ديال خوها اللي جرها لداخل بالزربه. من بعد التعناق والحب والحنان مشاو كيجريو باش ما يشوفوهمش العصابه وطلعوا تخباو في واحد المخزن. هنا نوا والرجال ديالو غادي توصلهم خبار بان جوي قدرت تدخل الموبل، تما تحركوا بالزربه بداو كيقلبوا عليها وكيبانوا الا مشاو حتى شدوها غيعذبوها مزيان على التسخسيخه اللي دارت لهم قبل ما تودع الحياه. وصلوا حتى هما المخزن وبقاو كيقلبوا عليها. يلاه كان غيلقاها واحد منهم خرجت ليه ضرباته بكلاموني لقى خدات ليه الفردي ديالو صفاتها ليه به. من بعد قتلت حتى الثاني اللي كان كيضرب خوها. يلا غتحرك وقفات عليها المساعده ديال نوا تما هجمات عليها وبقات كتدخلها ما تيسرها من الكروشيات ولكن جوي حتى هي ما طلعت سهله كاع ما تسرطات ليها وغتشبك بيناتهم. ختنا شافتها غلبات عليها هزات عليها السلاح. يلا غتشيري مايكل حلقه نبوله لها حد تفرقعات. ختنا طرمات من الشرجم وان لله وانا اليه راجعون. فهاد الوقيته غيكونوا الرهائن كاملين تسجلوا واعترفوا بالحقيقه. داكشي علاش نوا غيطلب من زيد نشر الفيديو اللي صيفط لها في اليوتيوب ولكن زيمي اللي غتفرج في الفيديو غتلقى نوا كيقول شي هضره كاع ما اتفقوا عليها في الاول مع سمعاتو كيدوي على الحياه والموت وحنا خاصنا نموتوا واليوم غنفرقعوا ريوسنا وهي تفشل. قالت لي لا لا انا كاع ما معاكم تفرقعوا ليه. تما ضربات هذاك اللي حرسها بالكرسي وعلقات ولكن في الاخير ناض زرب عليها تيرا فيها جوج قرطاسات سكت لها الحجر. جوي وصلات وغادي تشيري فيه حتى هي مع قتلاتو. من بعد دخلات هي وخوها مايكل لغرفه التحكم وحيت حتى مايكل عنده مع الهاك خلاته يحبس الفيديو ديال نوا قبل ما يتحط في الانترنت. موراها هضرات مع نوا وقالت لي الخطه عندك فشلات معلم والحقيقه الوحيده اللي غيعرفوها الناس الا فجرتي الموبل هي انك واحد الشخص ارهابي ما فيه لا محنه لا عاود تسكن جبير. راه بعض المرات كنجيب شي مقولات كنفهمهم غير راسي ما ديوش عليه. المهم نوا في هذه اللحظه تعصب والدخان خرج ليه من ودنه. جوي قالت لخوها تيلي شارجي كاع شي رافات ديال الرهائن في كلي خداو الكلي وخرجوا بالزربه من تم. من بعد عيطات لكلير وعلماتها بالخطه ديال نوا قالت لها راه هاد السيد مجنون وغادي بومباردي الموبل كامل. عاودت قالت لها غادي نصيفط لك خويا وطلبات منها ترد ليه البال اما هي غادا تمشي تشوف شي طريقه تعتق الرهائن. نوا مشى هو والرجال ديالو يقلبوا على جوي اما جوي فعلا صيفطاش
خوها لعند البوليس وهي مشات تخبات على العصابه. من بعد غفلات واحد منهم وبقات كتخنق فيه حتى صفاتها ليه. ثاني حتى هو صفاتها ليه كاع ما تعطلاش معاهم. في نفس الوقيته كلير امرات فرقه قوات الخاصه يقتحموا الموبل ويعتقوا الرهائن، وهذا الشيء من بعد ما يقتلوا افراد العصابه اللي باقين. فعلا داك الشيء اللي داروا، ولكن كان عندهم مشكل كبير، وهو انهم ما يقدروش يفكوا هاد القنابل بهذا العدد الكبير اللي في الرهائن حيت ما عندهمش الوقت، وإلا تفرقعات غير قنبله وحده كل شيء غيتفرقع معاها. في الوقيته نفسها جوي غادي تلقى هو مريح في واحد البلاصه وكيتسناها. هزات عليه سلاح واخا عارفه راسها ما غاديش تقدر تقتله بسبب داك الجهاز اللي لابس. ملي شافها كتقفقف وما عارفه ما دير هجم عليها وبداو مضاربين بيناتهم وهما مقاتلين، ضربه فيه ضربه فيها. في واحد اللحظه بشي طريقه قدرت تجمعوا بنص وكان غادي يطيح من الحافه كون مشاتش في واحد الحبل، ولكن هو ما كانش عنده مشكل حيت هو اصلا كان باغي يضحي براسو. يلا غيطلق يدو وراتو داك الجهاز اللي قدرات تاخذو منه بلا ما يعاقبها، يعني الا مات ما غيستافد والو. في هاد اللقطه ولا كيلهات بالخلع وراه رماتو من علو 50 متر ولا 3000. في الاخير قدروا يساليو هاد المزاله كامله وعتقوا كاع الناس مساكن اللي كانوا محبوسين. اما دوك الشلابيه شدوهم كاملين باش يتحاسبوا على فعايلهم. اما جوي في هاد اللحظه مشات عند كلير قالت لها اشنو غنديروا في دوك الفلوس اللي صيفطوا لي العصابه. قالت لها غنسايا بنتي ما غتاخديهمش ورجعهم لمواليهم وشكرا بزاف. ومن بعد هاد الشيء كامل مشات طمأن على خوها. حتى لهنا غنكون وصلنا لنهايه الفيلم.